ويني تفسي ولا ملاحة. شكوت الله إلى رسول عليه الصلاة والسلام. مرة قالتها للصحابي مرتوها وعلاه بس كان عندهم توب واحد، عندهم قش واحد في الدار. سمعت القش هذاك يتبادلوا به يقدروا يصليوا يقدروا يعيشوا به ويقدروا يخرجوا به وكلش. فيريديكمون سمعتي. وكانوا صابرين. قلت له أشكوت الله إلى رسوله وعلاه. راح يصلي ومن بعد جا خارج كشغل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اني ما نقدرش نصلي السنن باسكو انا عندنا توب واحد ومرتي رايحه تصلي به نروح نمد لها التوب تاعي ونصلي وتصلي هي. تأمنها انت. راح الرسول صلى الله عليه وسلم لحقش ومدهولو ليه هو. كي رجع للدار قال لها اني قلت للرسول الله، قلت له من جبتي التوبه من جبتي القش هذا؟ قال لها مدهولي الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت له أشكوت الله إلى رسوله. درك اللي ينوض يقول لك وعلاه ربي أنا يحكي للناس كل وش عايش، أني كاره أني كذا أني كذا أني كذا ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ربي قد يبتلي فينا عن باله وعلاه بيشوف الصادق من اللي ما يصلحش، بيشوف شكون البدرة الصالحة وشكون البدرة اللي ما صلحتش. أصلح وكن باطي وشكي غير ربي سبحانه ويعطيك ربي. ومش كينا حالك تسمى صايك شغل ضاعت حياتك. الله والو ما تضيعش حياتك، فهمتي؟ ربي مخبي لك حاجه اخرى خير وخير 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 وخير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وش معناتها لا يكلف الله نفسا الا وسعها؟ الايه القرانيه دي من اواخر سوره البقره، وهي اجمل الايتين كي تقراهم في اي ليله كفتاه باه تفهم بيا 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 بيا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني يا ربي الحاجه اللي مدالك يقدك. تشوف روحك وكثروا عليك الابتلاءات والمشاكل وكذا، عرفها تريتري بيا بلي انت راك محارب وربي عم بالو بلي قوي وتقدر لهم الحوايج هذوم. جست انت لازمك تحارب وتكون قدها، فهمتي كيف ما؟ وما تأنش. الصبر ما يجيش معاه الانين هذاك تاع اني صابر بصح والله اني عايش في شر واني ضايع واش صرالي وصرالي. مش صبر هذا، صبر اضرب عندك تلقى عندك، تقبل كلش وقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وعلاك يعطاك ربي قبل كنت بيا ودرك كي نحالك لحكمة يعلمها. حبي يشوفك، حبي يختبرك، حبي يشوف اسكو تروح له لي هو ولا تروح للدنيا. درك انا اني عندي الكتاف، انا اني مخبي في الكونت، انا اني كذا، انا اني كذا. واحد ما قال انا غير الانسان المؤمن يهز راسه إن نرى تقلب وجهك في السماء. قالها ربي للرسول صلى الله عليه وسلم لنولينك قبلة ترضاها. كي قالوا له اليهود والنصارى قاعد تصلي في القبلة اللي قاعدين نصليو فيها احنا، راح مدوا ربي قبلة واحدة أخرى. انت كي تهز راسه هذاك ربي يقول لهم وش بيه عبدي؟ عاود يهز في راسه، عبدي باين تعب، عبدي باين محتاج، وهو أعلم بكل شيء، أعلم بالقشة هذيك كطيح، يعلم بكل شيء، يعلم بكل شيء. حنا الذين لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. حنا اللي عندنا علم قليل خلاص نلعبها. انا اللي فاهم منها الدنيا، انا اللي محلب، انا اللي نعرف، انا اللي طحت ونط واني شفت واني عشت في صغري وكذا. شفتي وش يديك ربي. حاجه واحده اخرى، الله يرزقكم بمراه كيما هذي، مراه صالحه، مراه صالحه ما تأنش، مراه صالحه في كتافك، مراه صالحه تلقاها هي هزه معك القفه، مراه صالحه اللي هي تلقاها الجندي الوحيد. الجندي الوحيد كي تخليك الدنيا كامله. مش بات تقول لك يا روح الله في ونكون باطي، ولا تقول لك نسجدوا بين تلاقاو في جنة الدنيا وجنة الآخرة، فهمتي؟ مش اللي تقول لك والله ما هو راجل، ما وكلنيش ما دارنيش نكرات العشير، توكلها 100 سنة وطيح بيك هكا تمرض ولا تصيرك لقطة، داك ما دارليش ما عمليش. طيشوا في دار العجزة، تخلعوا
وتزيد دير طارطه وتعرض صحاباتها اني طلقت والرايحين يهديكم ربي. وكلكم اللي تغزروا معايا واللي قاعدين تشوفوا في الفيديو كلكم عاد تكفنوا بالابيض وكلكم عاد تسالوا، فهمتي؟ وكلكم عاد تسالوا عاوش درتوا في رجالكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال مهدي؟ قالها للمرأة لو أمرت المرأة أن تسجد بعد ربها أمرتها أن تسجد لرجلها. عم بالك بلي الراجل له قهر الرجال صعيب، كي تحسي الراجل بلي هو ضعيف هكا وتضعفيه وترخصيه وتطيحي منه وتحبي تجريه في المحاكم وكذا، وكاين اللي ينحيوا لهم ولادهم وكاين اللي يحكيوا بيهم وكاين اللي يبعثوهم الحبس وكاين وكاين. استغفري مولاك او راجلك او السند تاعك او دراعك او دراعك وفوقنا نحكيو عافية. انا نشوفو كي نحكي باللي سوجي تاعي نحكي ديما عافية برك، منحكيش على الناس الكل، ما نجمعش، فهمتي؟ وكاين فئة رجال استغفر الله يا ربي ريحة الرجلة ما فيهش. وعلاه؟ مش هم الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الرجال اللي مش هم رجال اللي يروح يدي المرأة بتروح تخدم عليه، هي الصيد يلي تخرج لبرا وتعرض. اني خال يقلبها نشافة في الدار ويتفخر فيها بشي رجلة رفقا بالقوارير عليه الصلاة والسلام. قالك عندكم هنساكم طالوا في نساكم ونساء طالوا في رجلاتكم، فهمتي؟ واصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا. اصبر، ربي قاعد يشوف فيك. ترك تشوف كيما تتبدل الدنيا، كيما قصة سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل ولده. راه شاف مرته وكذا، الاولى قال لها وش حوالكم؟ قلت له والله إنا نشكو ضيق المال وما عندناش وانا في حاله، وتبدا تشكي وتبكي ولا. راح الولد قال لها قولي لولدي بدل عتبة بيتك اليوم وغدوه زاد عاود تزوج سيدنا اسماعيل، طلق هذيك زاد جاب مرة واحدة أخرى. كي جات داخله قلت له والله الحمد لله رانا عايش الله بالبي ورانا بيا بوي وكذا. قال لها قول له الزم عتبة بيتك، فهمتي؟ اصبروا واصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا. والله ما تدري وش مخبي لك ربي مخبي لك كل خير، سمعتي؟ قد يختبر فيك، فهمتي؟ كون قدها واللي يجي خير. واصبر برك، صبر وما معاه والو، ومعاه ربي خلقه ربي وحده. قال له شكون معايا يا ربي؟ قال له اني معك انا، ان الله مع الصابرين. واللي يجي خير كوراج، سمعتي؟ ما تشكيش ما تأنش، ودرك يعطيك ربي، ودرك يفتحها في وجهك. قول الحمد لله. سلام.